السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع نادي القرن لسه مستمر. إعلام الزمالك شغال بشكل قوي جدا على طرح عدد لا نهائي من الأكاذيب. السوشيال ميديا الأهلي ترد بقوة وبقسوة على كل ترهات خالد الغندور ومن شايعه. آخر الردود أستاذ أحمد قيشو عمل فيديو من شوية، فيديو وثائقي بحت بشكل بحت بيحكي قصة نادي القرن بشكل سهل ومبسط. أي حد عايز يفهم يعني أنا بنصحه إنه يتفرج على الفيديو ده. ودي مش القصة بالنسبة لي، يعني مش إن أنا بعمل دعاية، قيشو مش محتاج دعاية، ولا أنا يعني عايز أبان إن أنا راجل مثالي خالص. قيشو في النهاية عمل فيديو محترم. احنا يهمنا الحقيقة بغض النظر عن أي حد مين اللي بيقول الحقيقة. قيشو مش صديق، مش مفيش ما بيننا وما بين بعض علاقه، لكن بالتاكيد هو راجل محترم على السوشيال ميديا الاهلي، وبيمثل قطاع كبير جدا من الاهلاويه، وبيمثلني انا شخصيا، وشايف ان هو بيمثلني يعني من الناس اللي هم بيمثلونا في السوشيال ميديا. وبالتاكيد لما حد يقول حاجه كويسه لازم الواحد يوجه الناس ناحيتها، خصوصا ان الراجل ذكر مفاجاه خطيره جدا تتعلق بالبطولات الافرو اسيوي. يعني احب اسيبها لحضراتكم لو حد فيكم فكر انه يتفرج على الفيديو بتاع احمد قيشو. طب انا طالع اتكلم في ايه؟ والله انا طالع اتكلم في حاجه ليها علاقه برضه بخالد الغندور. مش عارف حظه معانا اليومين دول حلو. الراجل بصراحه يعني بيدينا شغل، فاحنا يعني لازم نشكره. لكن قبل ما نشكره عايزين ناكد حاجه مهمه جدا في موضوع نادي القرن يا جماعه، والكلام ده موجه لجميع الاهلاويه اللي معانا اللي بيتابعونا وبيتابعوا قناتي او بيتابعوا اي قناه من القنوات اللي هي بتتكلم في المواضيع دي، سواء قناه احمد قيشو او احمد اسامه او اي حد، او بتتابع محمد فارس او بتتابع اسلام مهدي او اي بني ادم بيمثل السوشيال ميديا الاهلاويه. بالتاكيد لازم يبقى فاهم الحقيقه اللي انا هقولها دلوقتي ايه هي، انه حتى اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها سوا دلوقتي لا يوجد ممثل سواء صحفي او اعلامي او حتى بينتمي للسوشيال ميديا الزملكاويه اتكلم في موضوع نادي القرن عن علم. واحد هيقول لي باشمهندس احمد محمد شبانه زملكاوي واتكلم كويس. محمد شبانه لا يقدم نفسه على انه ممثل السوشيال ميديا الزملكاويه، ولا يقدم نفسه على انه اعلامي زملكاوي بغض النظر عن زملكاويته. محمد شبانه بيقدم نفسه كاعلامي، وهو اعلامي بغض النظر برضه حتى عن بعض وجهات النظر الشاذه اللي هو ممكن يكون بيقولها احيانا. لكن محمد شبانه في النهايه بيقدم نفسه عنه صح، وهو لما جه علق على نادي القرن في وقت من الاوقات علق عنه بشكل فيه تجرب، وده شيء يحسب له. ولكن انا امبارح اتخضيت. ليه اتخضيت؟ في معادله بيقدموها الزملكاويه وصاحب براءه هذا الاختراع هو مصطفى الفخراني، ان في اتفاق ضمني حصل ما بين الاستاذ مصطفى مراد فهمي وما بين عيسى حياته على تتويج الاهلي ناديا للقرن في مقابل تتويج الكاميرون منتخبا للقرن. طبعا بغض النظر عن ان هذا الطرح شديد السفاله، لان مفيش حد عاقل هيقدم مصلحه ناديه على مصلحه منتخب بلده. يعني مصطفى مراد فهمي المصري اللي هو من عيله مصريه، اللي هو من عيله كرويه مصريه شديده المصريه، اهله بيمثلوا منتخب مصر والنادي الاهلي من زمن الزمن، عائله اعرق من عيله امام بالمناسبه. مش معقول اطلاقا ان الراجل ده هيبدي مصلحه النادي الاهلي على مصلحه المنتخب ده اذا فرضنا ان فيه هكذا مقايضه. لكن اللي خضني امبارح ان الاستاذ خالد الغندور او الكابتن خالد الغندور طلع يقول ان ساعه اما المعايير اتحطت كانت مصر 85 نقطه والكاميرون ذكر كده رقم وبعدين قال مش عارف 61 ولا 67. ازاي في 6 سنين الكاميرون بقى منتخب القرن؟ ازاي؟ ايه اللي بيقوله ده؟ يعني معقوله في 6 سنين الكاميرون عدت مصر والفارق كده؟ طبعا للاسف الشديد قاعد عمر الايوبي وقاعد واحد كنت بحترمه جدا، ومن هنا انا بقول له تاني يا الف خساره يا استاذ عصام سالم. قاعد عصام سالم للاسف واحد من الصحفيين اللي كنت بحترمهم جدا ومعلقوش. طيب نبتدي بايه؟ طيب خلينا الاول نبتدي بمنتخب القرن. منتخب القرن عشان نفهم منتخب القرن ما تمش اختياره بالبطولات زي ما السوشيال ميديا الزمالك بتدعي وبتحلف كذبا. الاتحاد الافريقي قسم بطولات القاره الافريقيه بناء على عدد الفرق. فمثلا بطولة 57 و59 دول البطولتين اللي احنا خدناهم في بداية انشاء البطولة كانت مكونة من 3 فرق. قال لك الاول ياخد نقطتين والتاني ياخد نقطة والاخير ما ياخدش حاجة. بعد كده في بطولات اتلعبت من 62 ل 65 دي كانت 4 فرق. قال لك الاول ياخد 3 التاني ياخد 2 التالت ياخد نقطة والاخير ولا حاجة.
بعدين من سنة 68 لسنة 90 اتلعبت بطولة أفريقيا بثمان فرق. قال لك الأول ياخد 4، التاني ياخد 3، التالت ياخد نقطتين ونص، الرابع ياخد نقطتين. بطولتين 92 و 94 دول كانوا 12 فريق. قال لك الأول 4، التاني 3، التالت 2 ونص، الرابع 2، ومن يصل إلى دور الثمانية يتحصل على نقطة وحيدة. اما البطولتين اللي لعبوا 16 فريق في او اما البطولات اللي لعبت على مستوى بطولات افريقيا ب 16 منتخب من سنه 96 لسنه 2000، فالاول خد 5 نقط، الثاني خد 4، الثالث خد 3، الرابع خد نقطتين ونص، اما اللي هيصعد دور الثمانيه فهياخد نقطه واحدة. ده التصنيف اللي اختاروا الاتحاد الافريقي لبطولات افريقيا. اما بالنسبه لكاس العالم فبغض النظر عن سواء انت كمنتخب مصر صعد سنة 34 او منتخب الكاميرون صعد 2000، ففي كل الاحوال هياخد الصعد لكاس العالم 5 نقط، والصعود لاي دور تالي يتحصل المنتخب على نقطتين. فهنا انا مسكت المنتخبات الثلاثة وقلت تعالوا نتفرج المنتخبات دي ايه موقفها وحصلت على النقط منين، وبعدين ندور كده ال 85 نقطة وال 61 نقطة دي خالد غندور جابهم منين. فنلاقي ان الكاميرون وصلت 4 مرات كاس العالم، 4 في 5 ب 20 نقطة. وصل الدور الثمانية في سنة 90 جيل روجيه ميلر العظيم، وصل لدور الثمانية، يعني تجاوز دور ال 16 ثم تجاوز دور 32 ثم تجاوز دور ال 16، فتحصل على نقطتين في صعودين، خد 4 نقط. منتخب الكاميرون خد بطولة افريقيا مرتين سنة 84 و 88 بالنظام الثمان فرق، فتحصل على 4 نقط في 2 ب 8 نقط. منتخب الكاميرون فاز ببطولة 2000 وهي بطولة من 16 فريق، فتحصل على 5 نقط. مرة واحدة وصيف 86 البطولة اللي مصر خدتها في القاهرة، وكانت بطولة مكونة من 8 فرق، خد 3 نقط. مرة واحدة تالت 72 نقطتين ونص. مرة واحدة مركز رابع 92 نقطتين. مرة واحدة وصل دور الثمانية في بطولة 98 لما نجمع 20 زائد 4 زائد 8 زائد 5 زائد 3 زائد 2 ونص زائد 2 زائد 1 هيبقى المجموع 45 ونص. المفاجأة يا جماعة ان منتخب مصر ما هوش التاني، منتخب نيجيريا هو التاني. منتخب نيجيريا وصل كاس العالم مرتين فياخد 5 نقط في 2 ب10. صعد دور ال 16 مرتين في كل بطولة وصلها، صعد دور ال 16 سنة 94 صعد دور ال 16، سنة 98 صعد دور ال 16 خد نقطتين في 2 ب4. بطل افريقيا 80 و94 80 و94 في كل الاحوال كان اللي بياخد البطولة بيحصل على 4 نقط، ف2 في 4 ب8. خد المركز الثاني 84 و88 و90، يعني 3 مرات في 3 نقط ب9 نقط. مركز ثاني 2000 1 في 4 بيساوي 4. مركز ثالث 76 78 92 في جميع المرات خد نقطتين ونص، 3 في 2 ونص ب7 ونص، يبقى 10 زائد 4 زائد 8 زائد 9 زائد 4 زائد 7 ونص 42 ونص. اما منتخب مصر للاسف الشديد عصام سالم عايز مصر واتحاد كرة مصر ينحو نحو الزمالك في هذا الافك، انه هو يدور على حقه في منتخب القرن الذي سلبوا اياه مصطفى مراد فهمي. افك ودجل. منتخب مصر وصل كاس العالم مرتين زي ما احنا عارفين، 34 و90، 2 في 5 ب10. تحصل على بطولة افريقيا بنظام الثلاث فرق مرتين، 2 في 2 ب4. تحصل على بطولة افريقيا بالنظام الثماني فرق، 1 في 4 ب4. تحصل على بطولة افريقيا مرة واحدة بنظام 16 فرق، كلامنا لحد سنة 2000 يا جماعة مش ما بعد 2000. 1 في 5 ب5. مرة واحدة الوصيف سنة 62 في نظام الاربع فرق، 62 كان نظام الاربع فرق يحصل على نقطتين. مرة واحدة مركز ثالث سنة 63 بنظام الاربع فرق، 1 في 1 ب1. مرتين المركز الثالث بنظام مرتين المركز الثالث بنظام الثمان فرق، 70 و72، 2 في 2 ونص ب5. مرة مركز رابع سنة 80 و76 و84، 3 في 2 ب6. وصل دور الثمانية 3 مرات، 94 96 2000 بالنظام الثمان فرق وال16 فريق، 1 في 3 ب3. نجمع مع بعض 10 زائد 4 زائد 4 زائد 5 زائد 2 زائد 1 زائد 5 زائد 6 زائد 3
40 نقطة. عصام سالم قاعد، عمر ايوبي قاعد، اتنين بيقدموا نفسهم على انهم صحفيين كبار، وبيقدموا نفسهم على انهم عارفين اللي محدش يعرفه، وبيتكلموا في موضوع نادي القرن كالعادة بلا فهم. طيب ما خالد غندور جاب منين ال 85 وال 61؟ انا اقول لكم جه منين. ده المانشيت المشهور اللي بتاريخ 18 فبراير 94 عدد الجمعة. طبعا كل الاهلاويه عارفين المانشيت ده المانشيت اللي الزملكاويه بينكروه. المانشيت ده اللي مكتوب فيه مفاجاه الاهلي زعيما للكره الافريقيه. خالد غندور جاب منين ال 85 وال 61؟ لو رحنا لاخر جزئيه في هذه القصاصه هنلاقي مكتوب فيها: جاء نظام التصنيف بمنح الفائز بالبطوله 4 نقط والمهزوم في النهائي 3 نقط الى اخره. وقال بحساب مجموع الأندية، مجموع الأندية المصرية المشاركة في التصنيف ده، جمعت مصر 85 نقطة، احتلت بها المركز الأول. مين اللي جمعت مصر؟ مصر أنهي مصر؟ مصر الأندية مش مصر المنتخب. أندية مصر يعني مجموع ما حققه الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد وغزل المحلة والمقاولون العرب 85 نقطة. المركز الثاني شارك فيه الكاميرون ونيجيريا 61 نقطة، وغانا في المركز الرابع برصيد 54 نقطة، وزائر في المركز الخامس برصيد 53 نقطة، وكوت ديفوار في المركز السادس برصيد 45 نقطة، والجزائر في المركز السابع برصيد 41 نقطة. نخلص من ده لإيه؟ نخلص من ده يا جماعة إن مفيش إعلامي في سوشيال ميديا الزمالك أو حتى في الإعلام الرسمي لنادي الزمالك قاري موضوع نادي القرن بشكل سليم قولا واحدا زي ما بيقول خالد غندور. والتدريس والدجل والكذب اللي بيتقال على الهوا يوميا بشكل ممنهج. يعني انا نفسي مصطفى مراد فهمي، استاذ مصطفى مراد فهمي، يرفع قضيه على خالد غندور وامثاله. وهو حتى لو ما رفعش قضيه يوم القيامه يعني هيزعلوا، لان هما للاسف الشديد بيدعوا على الراجل ادعاءات قاسيه، ادعاءات فيها كذب. ده واحد بيطلع يكلم الجمهور اما يجي يوم امبارح لما يجي يطلع يقول ان منتخب مصر كان فارق 24 نقطه عن منتخب الكاميرون سنه 94. ده كذب. انت ما قريتش، انت ما بتعرفش تقرا. مشكله كبيره انك انت كاعلامي ما بتعرفش تقرا، انت مش عارف تقرا الكلام. مجموع انديه مصر 85 نقطه مش منتخب مصر. يعني ال 34 نقطه بتاعت الاهلي، بال 19 بنقط المقاولين بنقط المحله، اجمع. المانشيت منتشر، يعني انا مش عايز يعني انزله او اعلق عليه اكتر من كده. المانشيت ده مشهور جدا والخبر موجود، لو حد عمل بحث صور على جوجل هيلاقي الخبر ده يعني موجود ومتاح. ما هوش لكن خالد غندور ما بيعرفش يقرا، وعصام سالم مش مذاكر، وعمر الايوبي مش عارف، وقاعدين في كذب ممنهج. عموما هما بقى لهم دلوقتي 9 ايام او 10 ايام قالوا ان هما هيروحوا بملف للمطالبة بالتحصل على لقب نادي القرن من الفيفا وهي الجهة الأعلى في كرة القدم. لحد النهارده ولا حس ولا خبر، محدش عمل حاجة. احنا مكتفين بالكذب على الشاشة، بالكذب على الناس، برمي الناس بالباطل بشكل ممنهج، ومفيش أي محاولة فعلية للوصول للفيفا للتحصل على أي حق حتى ولو كان غير شرعي. ولكن عايز اقول ان في خبر حلو قوي قد يسعد مجموع الاهلاويه. ايه هو الخبر ده؟ ان خالد غندور من ضمن اللجنه المشاركه في اعداد هذا الملف. طبعا انتم متخيلين لما خالد غندور يشارك في اعداد هذا الملف، طبعا احنا متخيلين الملف هيبقى شكله. واشوفكم بخير ان شاء الله في اقرب فرصه ممكنه. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه اقتراب عيد الفطر المبارك. سلام عليكم.